هلا حبايبي الحلوين، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير وبصحة وعافية. حبايبي هاليوم طبقنا مميز ولذيذ جدا، وهي البوتيتا تشاب بطريقة مميزة، ومثل ما تشوفون لونها الذهبي ومقرمشة وتجنن يا جماعة. ان شاء الله راح تعجبكم هواية هواية. عملت هذا الطبق لأنه إحدى صديقاتي طلبت من عندي البوتيتا شاب بطريقتي هذه. يا جماعة مثل ما تشوفوها تجنن. شوفوا راح أخذ وحدة وشلونها راح تطلع. طبعا القشر خفيف ومحشية كلها بالحشوة اللي تعجبكم، حشوة اللحم. كلش طيبة ولذيذة. حبايبي لا تنسون إذا عجبكم الفيديو اعملوا إعجاب، وكذلك شيروا الفيديو حتى يوصل إلى أكبر عدد من المتابعين. حبايبي الحلوين، يلا خلينا نبدي وصفتنا الحلوة هذه وطبقنا الحلو. طبعا عندي هنا بصلة ثرمتها ناعم، وخليت الزيت في مقلاة وعلى النار، وقليت الزيت وبعدين ضفت لها تقريبا كيلو من اللحم. طبعا هاي الحشوة راح تطلع هواية، مو كلها راح استخدمها لان انا يعني راح استخدم 3 حبات من البطاطا. اذا انتم تريدون تستخدمون كيلو لحم مثروم استخدموا اقل شيء كيلو ونص من البطاطا. هنا ضفت لها ملعقة من الملح، ملعقة من البهارات السبعة، نص معلقة من الفلفل الاسود، وقلبت البصل واللحم سوا. وبعد ما استووا رأسا طفيت النار وخليت كأس من المعدنوس وقلبته سوا، وبعدين خليتها بمصفى حتى ينزل الزيت. وهنا سلقت 3 حبات من البطاطا، وبعدها وهي حارة قشرتها وهرستها بالمهراسة، وضفت لها ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض، ملعقة كبيرة من فتاد البقسم، ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وخلطتها كل زين وعجنتها بيدي، وبحيث ما يظل عندي قطع كبيرة بيها. شوفوا العجنة مالتي شلون صارت بداعة. خليتها بصحن وغلفتها بالنايلون وخليتها بالثلاجة مدة لا تقل عن 2 إلى 4 ساعات، وبعدين طلعتها من الثلاجة. شوفوا العجينة هسه عندي شلون تماسكت. طبعا إذا كان عندي قطعة كبيرة أحاول أذوبها كلها القطع الكبيرة. شوفوها شلون العجينة كل زينة بيدي تجي. فأخذت قطعة صغيرة وراح أحشيها بالقيمة اللي سويتها. طبعا القشر ايش قد ما يكون خفيف تكون أطيب البوتيتا شاب. حشيت العجينة باللحم أو القيمة اللي عملناها، ومثل ما قلت لكم ما تخلون بها أي زيت، تصفوها بالمصفاة ينزل كل الزيت، وبعدين تشيلون القيمة تخلوها على جهة وتستخدموها لمن تبرد. حشيت قطعة البطاطا شاب كتلتها بصورة دائرية. انتو بكيفكم شو ما تريدون كتلوها بصورة دائرية بيضاوية حسب ما تحبون. كلها تصير وكلش زينة تطلع بداعة ومتماسكة وما تتفلش عندكم أبدا يا جماعة. هاي طريقتي كلش مضمونة ودائما أعملها وتطلع كلش روعة. بعدها شوفوا شلون كتلتها. أنا هنا قليت، تشوفون البطاطا شاب اللي عندي أنا سويت وقليت. شوفوا شلون شكلها حلو، وذبيتها بنار بحيث كلش حار. يعني من تسوون البوتيتا شاب انتوا لازم تخلون المقلاة على النار وزيت غزير ويكون حار جدا، وتنزلون البوتيتا شاب. شفتوا الكمية اللي طلعت لي مقدها تقريبا 2 مرات. قليت البوتيتا شاب كلها مثل ما تشوفون شلون لون، شلون يعني فتشي روعة، لونها ذهبي ومقرمشة وهي حارة. طبعا طعمها يخبل. حتى لو تريدون تخلوها بالفريزر تقدرون تجمدوها بهالشكل بهالصورة. هذا بعد القلي تخلوها بالفريزر، تفرشوها على صينية تجمدوها، وبعدين من تطلعوها احموها بالمايكروويف راح ترجع جديدة وكل شي ماكو عليها. شو كنت ما تحبون تطلعوها من الفريزر تستخدموها. أنا هيك أسوي كمية كبيرة. شوفوا الكمية طلعت لي. هذه الكمية كلها طبعا ما نقدر يعني ناكلها،
فش أسوي؟ كلها أخليها بالفريزر، أجمدها وأخليها بكيس، وكل ما نريد نطلع من المجمدة نحميها بالمايكرو وتطلع جديدة. طبعا تطلعوها قبل فترة، فترة ساعة، ساعة ونص، ساعتين، وتذوب، وبعدين خلوها بالمايكروويف، راح ترجع عندكم جديدة وتاكلوها وكلش طيبة، تكون بألف عافية. شوفوا هسه الكمية طلعت لي. هذه أني دا أصفطها بالصينية، شوية فرشت على الصينية أوراق من الخس أو شرائح من الخس، وصفطت فوقتها البوتيتا تشاو بهالشكل هذا. شوفوا شلون شهية بداعة يا جماعة، لونها يعني يخبل، وكلها مثل ما تشوفوها تسر النظر يا جماعة، بحيث تشوفوها هاي تشتهوها يعني. كلش هيجي شوفوا شكلها، هذا الشكل النهائي إلها. إن شاء الله راح تجربوها، وإن شاء الله من تجربوها وتذوقوها راح تكتبوا لي بالتعليقات شلون طلعت عندكم. إن شاء الله طيبة وألف عافية حبايبي، أحبكم هواية. باي.